السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا، حياكم الله. إخواني أخواتي إخواني الكرام، أنا غادي للخدمة ديال الصباح المبكر، وقلت علاش لا نشارك معكم هذا الموضوع ما يحدث هنا في فرنسا. إخواني الأخوات، كما تتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هو موضوع غاية للخطورة، كأننا رحنا في حرب أهلية. واش رحنا غاديين ليها؟ هذا هو الموضوع اللي مهم اللي غادي نشارك معكم الإخوان الأخوات، اللي هو كنشوفوا الشباب هنا في فرنسا غاضبين على الوضعية، اللي هو على الأمن، بعض منهم فيهم واحد الفئة اللي هم عنصريين. واللي هذا علاش؟ لأن من كل خطرة كيشوفوا أنه قتل فلان هناك وهناك، قتل هناك وهناك، اللي هو كنشوفوا هذا التدخل ديال الأمن بطريقة اللي هي غير مفهوم الموضوع ديالها، كأنهم هم يدافعون على أنفسهم. ولكن كاين طرقات أخرى أنا باش غادي تلقى القبض على شي شخص بطريقة احترافية. ولهذا يا خواني خواتي كنشوفوا الشغب اللي هنا هذه واحد اليومين هنا في فرنسا ما خلاو حتى حاجه خوتي، واحد الخسائر اللي هي فاضحه. ما خلاو مجازات، ما خلاو حرق السيارات، ممتلكات بعض المؤسسات، يعني الروينه رهينه هنا في فرنسا. وهذا هو اللي انا اصلا كنخاف ان راه غادي يدخل ربما اللي هو العسكر. ولا دخل العسكر راهي مشكل ومشكلتين في هذا الموضوع. اصلا قالوا البدايه اللي هي من 8 حتى واحد ما يخرج الشارع. إخواني خواتي، غادي نحكي لكم القصة في هذا الموضوع وشنو وقع. اللي هو واحد الشاب مشى ضحية. وهنا غادي نتكلم لكم على واحد جوج اللي هي المرأة العرافة واشنو قالت لنا في هذا الموضوع وضحتوا لنا. وغادي نتكلم لكم على واحد الشخص اللي هو الاسم ديالو إيريك زيمور. وغادي نتكلموا كذلك على واحد جوج اللي هم لاعبين كرة القدم هنا في فرنسا اللي نكروا هذه الجريمة اللي هي كل خطأ كتوقع بهذا النوع، وهم دائما كينكروا وكيدافعون على أنفسهم كأنهم هما اللي مستهدفين، اللي هو الأمن الفرنسي. وبالنسبه غادي نقول لكم شحال من واحد قتل هنا في فرنسا، هذه مده ديال 40 سنه الاخوان الاخوات. اخواني خواتي، بطبيعه الحال نبداو القصه ديالنا مع حدث اللي هو وقع. هذا الشيء وقع يا زمان في 2005، في ديك اللحظه الا شفتوا ربما اللي هي كانت السيمانه اللي هو ديال الشغب هنا في فرنسا. اخواني خواتي، الشاب عنده 17 سنه من الاصول جزائري، اللي هو الوحيد اللي عند الام ديالو. غادي تشوفوا الام ديالو يا اخوان تبكي مسكينه بواحد الحرقه. بطبيعة الحال حتى واحد ما يبغي يلا ولدو اللي عندنا 17 سنة راه مازال صغير وفي سن المراهقة، وكلنا ارتكبنا النوع ديال الخطأ بهذا النوع بحال هكا. ماشي على أساس اللي هو في ديك اللحظة كان يسوق واحد السيارة ما عندوش البرمي، ولكن واش يستاهل العقوبة إلى القتل؟ لا، وهذا أصلا حتى بالنسبة للقانون ممنوع منعا بتاتا. وحتى بالنسبة اللي هو في ديك اللحظة كان عليه كونترول، واشنو غادي يكذبوا اللي هو الأمن بواحد الأكذوبة. والحمد لله اللي جاب الله، كما يقول واحد المثال، كاين ربي وكاين العبد. كاينين بعض الشباب تمايا شادين البورطابل وفيلماوهم وشدوهم على الرقاص، اللي هو داك الشيء اللي كان يقوله ماشي هو اللي كان بالفيلم. لهذا اللي وقع ما وقع بعد الاحداث بحال هكذا دائما هم يبررون انهم هم مستهدفون ويدافعون على انفسهم. ولكن الا لقاو شي واحد غافل ومغفور وفي شي قنت اللي هو ما كيحدى شي واحد، شحال مشى واحد مشى عفوا مشى واحد ضحيه. الوغ خوتي نرجعوا للقصه كيفاش صارت لهذا الموضوع. اللي هو الشاب كما قلت لكم عنده 17 سنه، ما عندوش بيرمي، بقى كيسوق واحد السياره اللي هي كرهها له واحد الصديق ديالو، قال له اعطيني غير سيي. وديك اللحظه اللي غادي يسي ديك السياره هذيك هي لا مارك مرسيدس، بواحد لا فواتور يعني دو كاليتي، معاه واحد جوج ديال الاصدقاء ديالو، واحد البنت راكبه على جنبه. غادي بالسياره الاخوان اخوات. وطبيعه الحال اصلا باش نرجعوا اللي هو الامن الفرنسي دائما عينيهم فيزياء على من على الشباب اللي هم في الاحياء الشعبيه. انا ما كنقولش كاينين شباب فعلا بعض الفئه منهم يعني ما كيحترموش القوانين. بعض كيديروا لنا واحد النوع ديال الشهى ودايرين لنا واحد الصوره اللي هي خبيثه. بعض الشباب عليه صراحه وقال يا اخوان نقولوا الصراحه وشنو كاين. وهذا الشاب هذا غادي بالسياره بطبيعه الحال، شافوا هذا النوع في الامن فاش غادي يشوفوه اللي هما ديال المطار هنا. كما قلت لكم عارفين انه هذا النوع ديال الشباب ديك السياره كاينه شي حاجه. غادي يوقفوه بطبيعه الحال كونترول. وقفوه هذيك الساعه هذيك، وقف السياره ديالو. ولكن الغريبه في الامر ديك اللحظه اللي وقفوا له السياره ديالو قالوا له نزل ما تنزل، عطينا الوثيق ما عندوش، البيرمي ما عندوش. ولكن علاش غادي يشد داك البوليسي كما كنشوفوا هنا في الصوره؟ شاد البيستولي وفيزيه. دوك هذه واحد النوع ديال الخوف، كيخوفوا داك الشاب. وهذا راه ممنوع منعا بتاتا، اللي هي اصلا ما خصهاش تدار هذه القضيه هذه. وهنا واحد الروايه يقولوا اللي هم واحد من الاصدقاء ديالو اللي كانوا معاه في السياره يحكون في ديك اللحظه ما بعد اللي وقعت الكارثه. قالوا دايرين له البيستولي هكا على الراس ديالو ويهددون ويقولوا له انزل ولا غادي نقتلوك. والصديق ديالو داك البوليسي قال له فيزيه يعني قتل. هنا الروايه تقول انه ربما داك الشاب خاف على راسو، اللي هو ديك السياره اوتوماتيك.
كان داير رجليه على لامبرياج، ديك اللحظة ربما خاف على راسو طلق رجلو على لامبرياج، السيارة تزادت. بالنسبة ليهم هُما واش كان غادي يهرب الله أعلم، ولكن ديك اللحظة والو يهرب، والو يدير أي حاجة من هاد الحاجات ممنوع عليك باش غادي تقتلو. هذا من القانون الدستور الفرنسي أو أي قانون من القوانين بطبيعة الحال. الزيادة اللي غادي يزيد غادي تجي له قرطاسة غادي يقتلوه. دروك هنا واش غادي يوقع خواتي بطبيعة الحال كيما قلت لكم. أنا كنشوفوا ماذا يحدث. هناك واحد النوع ديال الشغب هنا في فرنسا، والأم ديالو خرجت كتبكي بواحد الحلقة. خليونا نشوفوا الأم ديالو كيفاش تتكلم في هذا الموضوع، وفي نفس الوقت تشوفوا معنا في هذا الفيديو اللي هو كيفاش داك الأمن شاد المسدس وكيفيزيه بطريقة غير معقولة الإخوان الأخوات. On a enlevé mon bébé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils m'ont tué. Ils m'ont tué mon bébé. Il me manque. Vous pouvez pas savoir comment c'est dur. C'est une souffrance. إخواني خواتي بطبيعة الحال كيف شفتوا معايا كيفاش اللي هو هاد اللقطة اللي كانت مسكينة الأم ديالو كتبكي بواحد الحرقة كتقول كان عندي ولدي واحد اللي عندي في الحياة نتاعي مشى ليا. دروك انا اللي غادي نمشي لكم عند اللطيفه الارافه الاخوان. كتعرفوا اللي هي السيده من كل خطا كتجيب لنا شي موضوع وداك الشيء كتكلم فيه كانه فعلا كيتحققوا بعض المواضيع اللي هو تكلمت على ذاك الملياردير اللي توفى، وتكلمت على ديك الغواصه، وتكلمت على الزلزال ما حدث في تركيا. وهنا راكم الا لاحظتوا اصلا قالت لنا حذاري الجاليه مقيمه في فرنسا راه غادي توقع واحد الواقعه شي حادثه من هذا النوع وغادي يوقع واحد الشغب هنا في فرنسا. الجاليه حذاري في هذا الموضوع. راكم سمعتوا هذا الكلام الاخوان. لان باش نرجعوا اللي هو الامن في هذه اللحظه هذه كيقول لك حنا صافي فقدنا السيطره اللي هو ما يحدث، لان ما يقدروش يديروا حتى شي حاجه، ما خصهمش القضيه غادي تكبر. ولكن في هذه القضيه اللي هو الامن يقول حنا فقدنا السيطره، وهنا كلام فيه ان اللي هو اصلا يقول لك 8 ما خصكش تخرج، ولا واحد النوع ديال انك تبقى في المنزل ديالك. دروك خوتي انا كنشوف حذاري في هذا الموضوع اللي هو غادي يدخل العسكر، وإلا دخل العسكر احنا غادي ربما ندخلوا في شي كارثه. الله يستر العاقبه على خير. اخواني خواتي انا غنتكلم لكم على هذا الشخص هذا كما كنشوف معنا في الصوره ديالو اللي هو الاسم ديالو إيريك زيمور. إيريك زيمور اللي هو آه، كاتب يعني كيألف بعض الكتب، وكان هذا اللي هو الروتيني ديالو كيجي له واحد الاذاعه. الكلام ديالو هو من على الاسلام، المسلمين، المحجبات. علاش المسلمين ما يغيروش الاسماء ديالهم؟ لان فرنسا هي من الثقافه والحضاره ديالها من العرق المسيحي. وهذا النوع بحال هذا اللي هو ركب هذا النوع ديال العنصريه وركب هذا النوع ديال سوء التفاهم مع الفرنسيين او اللي هما المسلمين. هذا هو اللي كيركبوا هذا النوع ديال هذه الكراهيه على كل حال. وهذا ماذا يقول لاخواني اخواتي واللي هو الموضوع خطير؟ قال عندي واحد لا سورس انه راه ما بقاش بزاف اللي هو العسكر غادي يدخل بعض الاحياء الشعبيه وغادي يدير واحد النوع ديال النيطواياج. اخواني الكرام دروك اللي غادي نتكلمكم في الموضوع اللي هو في هذه الحاله اللي وقعت في هذه الكارثه. كتعرفوا اللي فرنسا فيه اختلاف الجنسيات، اختلاف بطبيعه الحال. الناس اللي منهم قراو وصلوا شدوا بعض المناصب، لاعبين كره القدم اللي هو من بابي، كذلك اللي هو اشرف حكيمي نكروا هذه الجريمه الاخوان. خصنا نعرفوا بلي هم واحد العدد اللي وصلوا بالدراسه ديالهم عندهم باك شي سي با كوا هاجروا من هذه فرنسا من النوع اللي هو بالعنصريه بواحد النوع ديال التمييز. كما رجع لهم هاد لاعبي كره القدم نكروا هاد الجريمه. قال لك هادشي اللي كيوقع من خونا كنسمعوا هاد الكلام راه هذا الشيء لا يتصور. دروك هنا اللي غادي نمشي لكم المفهوم ديال الموضوع خوتي اللي هو شحال قتل من ناس هنا في فرنسا، باللي هي هذه واحد المده ديال 40 سنه. الإحصائية تقول يا إخواني أخواتي قتلوا 743 واحد هنا في فرنسا بطريقة أو بطريقة أخرى اللي هو على الدفاع أو. ولكن هادشي اللي تقتلوا هنا في فرنسا واش هم غير العرب ولا الفريقة من كل حتى كنسمعوا واحد قتل اللي هم هناك اختلاف الجنسيات. ولهذا أنا الجواب ديالي في هذا الموضوع اللي هي الحكومة الفرنسية واللي هو الأمن الفرنسي كنقول لهم أجيو تشوفوا حنا في المغرب اللي كل حتى كنجيبوكم كتخرجوا على موضوع أو كتهدوا المغرب كأنه لا يحترم حريه التعبير او لا يحترموا الصحافه او لا يحترموا المواطن. اجي تشوف اللي هو الامن ديالنا كيفاش كيدخل بعض الاحيان اللي هو كنشوفوه الهجوم اللي هو المجرم بالسلاح الابيض واخد المخدرات ومع ذلك ما كيقتلوش، لان حنا الدين ديالنا كمسلمين ربي محرم علينا نقتلوا شي واحد، ومحرم علينا اننا باش غادي نتعداو على شي واحد اللي هو خصنا نلقى ليه القبض بطريقه او بطريقه اخرى. والامن ديالنا ما عمره وصل باش غادي يقتل شي واحد، ما عدا الا وصلت له اللعظم يبليسيه والسلام. تحياتي الاخوان الاخوات المتتبعين الافاضل، مرحبا بكم معنا في هذا الموضوع اللي شاركت معكم، وتحياتي لكم والى فرصه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تبقوا على خير.